السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا من خلال هاد الصور فجينا نناقشوا اليوم الموضوع ديال الفنانة دنيا باطمة اللي العديد من الناس كيربطوا الاسم ديالها بعصابة حمزة مون بيبي. هاد الحساب اللي شتت بزاف ديال الاسر، فاحنا كنتمناو باش الرأس المدبر لهاد الحساب او لهاد العصابة الحمزاوية ينال الجزاء ديالو، لانه فعلا يعني الناس اللي كانوا مشتركين في هاد الحساب او في هاد العصابه فراهم نالوا الجزاء ديالهم، ولكن الريوس الكبار فرا لحد الان مازال ما شفنا حتى شي حاجه. فنسبه كبيره من المغاربه مازالين كيتسناو النقد والابرام ديال هاد المغنيه البطماويه اللي هي كانت السنه سجنا نافذه، اللي مازال ما دخلتش يعني تنهار. فكما قلت لكم اخوتي، فان النسبه الكبيره من المغاربه يعني متأكدين بأن دنيا باطمة هي مور الحساب، هي العقل المدبر للعصابة الحمزاوية، بينما نسبة قليلة يعني كتقول على أن هاد الفنانة بعيدة كل البعد على هاد الحساب. فنخليكم مع رشيد العمارتي اللي معروف بالمصداقية والرأي ديالو في هذا الموضوع. كتبتز الناس دابا اللي كيهمنا حنا المغاربه دابا هي بهذا الشيء اللي دارت كله دايره لي كارد دو كور تدخل بهم للمحكمه. شكون هي باش الوكلاء د الملك يسمحوا لها بهذا الشيء؟ واش هي ستار؟ واش هي بيونسي؟ خرجت من القيعان ديال الزناقي ديال الخنز في الدار البيضاء من عائله ديال عمها اللي كان تيسب الحسن الثاني في الاغاني ديالو معارض. هذه هي دنيا باطمة، بنت الجوع، بنت الفقر. الفقر ماشي عيب كنقولوا ديما، ولكن ملي تخرج بنت من هذه الشكله وتسب الناس وتقول لك انا محميه بالامراء، هذه تبين لنا شكون هما هاد الامراء اللي حاميينك. حاميك الهدنه وحاميك هذاك الضبع، ذاك الوحش ديال الاطلس، هما اللي كانوا حاميينك. وعندنا كل الاشياء اللي ما تخطرش على بالك، على الاسرار عليك، الاموال اللي خديتي للناس وصورتي بنات الناس وضحكتي عليهم في الخارج، واش نسيتي ما شفتينيش انا تما وانا اكثر من سفير مع امير؟ يلا جبد هاد الدواسه، شحال يكون فيهم؟ عطيتيهم البنات او مخدرات او غيرها؟ هذا ما كاين. يلا حنا كنسينو هاد الدواسه ديالك، عاد نخرجوا حنا على رمضان الكبيره باش نوريوك، باش ترباي. قلتي انسان حقوقي، انسان له قيمه، انسان ملكي. فقير دخلتيه هكذا هباء مبثورا للسجن، وناس اخرين، وقتلتي ناس اخرين وفضحتي ناس اخرين. والمذيعه هذيك اللي كانت عالميه المحترمه فسي لها الخدمه ديالها وطلقت. والعديد العشرات انا كنت كتهددني حتى انا براسي الحماره. قبح الله سعيك. هانتينا هذه تشوفي دابا شكون هو اللي عنده الحكم وشكون اللي عنده السلطه. كتهدد الناس بالابتزاز وبالسلطه. دنيا واش نسيتي؟ ودنيا ما كانت تسب المغربيات والمغاربه. حتى انا بنفسي في انستغرام وانا كنت نشوفها من الاول ديالها في الخليج، وانا مع امراء ومع حكام، وهي كتجي للصهيرات دير الشيخه في الاعراس وداك الشيء باش يعطيوها الفلوس الى اخره. كانت كتسب الناس في العرض ديالهم وكتصورهم. اذا اخوتي كان هذا هو الراي ديال رشيد العمارتي، فكنتمناو من القضاء ياخذ المجرى ديالو بخصوص هاد الناس ويعاقبهم باش يكونوا عبره لاي واحد كيتدخل في حياه الناس الخاصه وكيقوم بالتهديد ديالهم والابتزاز ديالهم.